عشان المضخات بتاعتي كونستنت سبيد. الثري واي فالف بيسمح لي ان انا لو محتاج ميه ادخلها على الكويل، ولو انا مش السيستم بتاعي مش محتاج ميه ساقعه، من خلال الباي باس بتاعه الميه بترجع لي للمنظومه تاني. رجوع الميه للمنظومه تاني دي وانا مش محتاجها، ده بيعمل لي هدر كبير جدا، سواء في تشغيل التشيلرات اللي هو هتبقى مشكله اللو دلتا تي سيندروم، او سواء في الباور كونسامشن اللي بيحصل في المضخات على الفاضي. طيب هل الباي باس ده بيتساب فاضي؟ باي باس بتاع يعني لو جينا هنا نعمل نيو دونت سيف، اوكي، الباي باس دوت لو جينا دي كده دي فان كويل مثلا، دي دخول الميه، تمام، ده دخول الميه اهو، وده خروجها، تمام، وده فرضا بقى نرسمه كده على طول محبس ال 3 واي. هل الباي باس ده لو انا هقول دلوقتي ده كويل، اوكي، دي ريزيستنس موجوده، ريزيستنس، انا الميه بتاعتي الساعه هي داخلالي عندي فرضا 12 درجه، سوري 6 درجات فرضا، لو انا شغال تشيلر المفروض ان ادخل له يخرج لي ميه 6 ترجع له 12 فرضا، يعني انا الميه الساعه بتاعتي دخلت لي الكولينج كويل، تمام، زي ما اتفقت ده مثلا 100 جي بي ام، انا محتاج منهم 75، اوكي، ومفروض ان هي داخل 100، ففي 25 هيخشوا من الباي باس، تمام، وهنا 75 يطلعوا لي من الكولينج كويل تاني، ويتجمع هنا 100 جي بي ام. هل الكلام ده هيحصل كده؟ يعني انا عشان عايز هنا 75 فهيقوم هيجي لي 75 وهيعدي لي هنا 25؟ طب اكيد لا، يعني لازم حاجه تحكم لي ان هنا هيعدي لي 25، تمام، او هنا حاجه بمعنى اصح انا يعني تضمن لي ان الميه اللي هترجع لي في الباي باس هي الميه اللي انا مش هستخدمها. لان انا بكل بساطه هنا في معوقه اللي هي بتاعت الريزيستنس بتاعت الكولينج كويل، وهنا الدنيا فاضيه، فالميه هتخش هنا على طول، لان احنا الميه خلي بالك من حاجه، الفلويد خاصه الووتر، هو الفلويد يعني ليكويد وجاز، بس احنا هنا بنتكلم في حاله الليكويد اللي هي عندنا الميه بتسلك المسار الاقل معوقه عامه كده، تمام. يعني ايه المسار الاقل معوقه؟ يعني هنا في ريزيستنس، الميه مش هتروح لي هنا، الميه لا بتلف لي وترجع لي من هنا، يبقى انا كده ما استفدتش بيها، فانا لازم في حاجه، في معوقه احطها هنا، تمام، المعوقه دي بتضمن لي او بتضمن لي ان الفلو اللي داخل هنا هو الفلو اللي انا مش محتاجه يخش هنا. طب اعملها ازاي دي؟ طب اوكي، بكل بساطه انا هحط معوقه، تمام، هنا في الباي باس ده بتساوي لي المعوقه اللي موجوده في الكولينج كويل، يبقى الاثنين دول امبارل، المعوقه دي والمعوقه دي. يعني ايه امبارل؟ يعني احنا عارفين في الامبارل ان الضغط او البريشر دروب هيكون ثابت، تمام، ولكن الفلو هو اللي هيتجزأ. حلو قوي، حلو الكلام دوت. يعني انا عندي المعوقه بتاعت الكويل ده هحط لها معوقه تساويها في الباي باس، بالتالي انا عندي لو هنا المحبس ده، تمام، اللي هو مربوط بالثرموستات بتاعتي بتاع اللي في موجود في الزونه فرضا، لو محتاج هو تبريد 50 جي بي ام، جميل جدا، ال 50 جي بي ام دول هيخشوا له ازاي؟ ما خلاص الميه هتيجي تمشي هنا، لقيت هنا معوقه بتساوي دي، خلاص الاثنين ذا سيم، تمام، وكده كده الضغط ذا سيم، تمام، فبالتالي الميه هتخش لي هنا 50 وتخش لي هنا 50. حلو، الميه بتاعتي اللي لقيت هنا بقى محتاج كولينج لود اعلى، لقيت ان انا محتاج 75، فالمحبس ده البورت دوت او الثرموستات دي هتدي اشاره للمحبس، الاكتويتر بتاع المحبس، ان هو يفتح شويه. معنى يعني ايه يفتح شويه؟ يعني المعوقه اللي هتقابل الفلو بتاعي تقل، فبالتالي هو هتقل بالمقدار اللي هي تسمح له يعدي ال 75. ايه اللي هيبقى لي؟ ال 25 اروح جايين داخلين من هنا، بالتالي يطلع لي 100، يبقى انا كده عملت اللي انا عايزه.
تمام، عملت اللي انا عايزه، ضمنت كميه الفلو اللي محتاجاها الزونه بتاعتي. فهنيجي نشوف في الكيسز المختلفه بتاعتي بقى، هل العمليه سهله كده ان انا خلاص كده انا ساتيسفايد والدنيا ساتيسفايد كده، ما انا بعدي كميه الميه اللي انا عايزها؟ هل كميه الميه اللي هتعدي من الباي باس ديت عادي كده تبقى الموضوع لذيذ فيها ومش هتعمل لي مشاكل؟ لا، هنيجي نشوف المشاكل اللي هتعملها وهنفهم هنعمل 4 كيسز. تمام، يلا نشوف الفور كيسز دول هيكونوا عباره عن ايه. طيب هقول تاني. تمام، كميه بص نقرا الكلام دوت بسرعه كده. عايزك تاخد بالك من حاجه مهمه، الشيلرات كونستانت فوليوم ديفايس، ولكن اللود اللي موجود في المنظومه غير ثابت لانه متغير طبيعي. عشان كده قلت لك مره تخش المضخات لو هتطلع لي 100 جي بي ام، مره الكولينج كويل بتاعي يحتاج 75 ومره يحتاج 50 ومره يحتاج ال 100 كلهم، فعشان نتيجه ايه؟ التغير في اللود. طيب وانا عندي الشيلرات بتاعتي، الشيلرات محتاجه لي كونستنت فلو، ما كانش لسه موجود بقى المضخات او الشيلرات اللي هي فاريبل فلو دي، فكانوا عاملين لها مضخات اللي هي كونستنت سبيد. تمام، عشان كده استخدمنا ستيريو فالف عشان نلاقي بورت او باي باس يقدر يعدي لي الفلو بتاعي اللي زياده على الكولينج كويل. طيب واتفقنا طبعا اهو نتيجه تغير او تقليل بمعنى اصح الحمل الحراري، اللود عن الحمل التصميمي، لذلك اي ميه اضافيه على الكولينج كويل تمر من خلال الباي باس، ايوه زي ما قلنا اهو، من خلال محبس الثري واي وترجع على التشيلر. لذلك تم وضع محبس بالانس فالف على الباي باس اهو. ده النقطه اللي انا بعيد الكلام على فكره، بس انا برضو انا مبسوط وانا بعيده عشان اللي ما وصلتلوش وانا بتكلم فيها من شويه توصل له دلوقتي باذن الله. معلش هتوقف عشان الاذان. عشان كده طبعا عشان نعمل معوقه على الباي باس حطينا المحبس البالانس فالف. تمام، نفس الكلام اللي انا زي ما قلت لكم اللي انا كنت قلته انا بقوله هنا برضو. والمحبس دوت تمام، البالانس فالف ده بيعمل مقاومه تساوي مقاومه الكولينج كويل عشان المقاومتين كده يكونوا امبارل. تمام، فمعنى مقاومتين امبارل يعني ليهم نفس الفلو ولكن الهيد هو اللي هيختلف فيهم. اسف طبعا لما يكون المقاومتين امبارل هتلاقي ان الهيد هو اللي ثابت، تمام، او بريشر دروب هو اللي ثابت، الفلو هو اللي بيتغير. تمام، باي باس اللي هو مقاومه تساوي مقاومه الكولينج كويل لتقليل عمليه الدوران المياه الزائده، ويتم ضبط محبس البالانس فالف مركب على الباي باس على ريزيستنس او بريشر دروب يساوي البريشر دروب اللي بيعمله الكولينج كويل. اوكي، مبدأ مهم جدا. تمام، كمية المية بتتحرك في أي ماسورة أو محبس اللي بيحكمها حاجتين، قطر الماسورة والبريشر دروب اللي بيحصل في البايب. تمام، اللي هي الريزيستنس تايب. ملاحظة كمان برضو، المية أو السوائل عموما بتمشي في المسار أقل معوقة زي ما قلت لك من شوية، لذلك لو تركنا الباي باس فاضي من غير أي محابس في كمية مية كتيرة هتمر منه وهترجع على الشبكة بدون أي تبادل حراري، يعني هترجع عند 45 درجة. لو أنا فرضا مطلع من التشيلر بتاعي مية عند 45، المية دي برضو هترجع لي بدون أي تبادل بتاعي عند 45، ودي هتعمل لي المشكلة أيوه اللي كنت بقول لك عليها أهي، اللي هي اللو دلتا تي سيندروم. تمام، ده غير إن في فراغات تانية في الشبكة مش هتاخد حصتها من المية لو أنا ما حكمتش المية بتاعتي بكنترول فالفز معينة. طيب نيجي بقى نتعرف اكتر على الستريوي فالفز. طبعا احنا من فوق احنا خدنا نبذه كبيره جدا عنه، ولكن هنا هنيجي ندرس عليه الحالات المختلفه للفلو بتاعتي اللي انا كنت عمال اكلمك عليها، اللي انا استخدمت الميه كلها، اللي هو لا السيستم بتاعي مش محتاج الميه فالميه ترجع لي من الباي باس، لا السيستم بتاعي محتاج 50% واللي هيرجع لي من الباي باس 50%، لا السيستم بتاعي محتاج 60% واللي هيرجع لي من الباي باس 40%. ايه الحالات دي هتعمل لي ايه في السيستم بتاعي؟ يلا بينا نشوف. الكونستنت فلو بامبنج اللي هو معروف باسم 3 واي فالفز.
احد عيوبه هو رجوع كميات ميه كتيره عبر مسار الباي باس عند درجه حراره قليله نتيجه عدم الحاجه للود ليها، يتم خلطها مع الميه اللي راجعه من الشبكه، مما يقلل درجه حراره الميه اللي راجعه للشبكه عن درجه حراره تصميميه. على سبيل المثال لو انا مصمم ان الميه ترجع لي عند 55 فahrenheit، 55 فahrenheit تقريبا 12 سليزيوس زي ما انا كنت بقول لك يعني، تقريبا 12 سليزيوس، 12 ونص، 12 7 من 10. تمام. فده تعمل لي مشكله ان انا الميه ترجع لي عند 52 مثلا مش 55، اللي هو موضوع الفريون بتاعي اللو دلتا تي سندروم يعني، وفهمنا القصه بتاعتها لما الفريون بتاعي مش هيلاقي اللوب بتاعه اللي يحوله من الحاله الليكويد للحاله الفيبر. طيب ويقول لك مشكله من حل المشاكل ديت، تمام، هو زياده كميه المياه عن طريق دخول مضخه اضافيه. فاكرين لما كنا بنتكلم عن المضخات وهي متوصله هيدر ارينجمنت اللي هو طريقه من طريق بامبنج انتو تشيلر، لما قلت لكم ان احنا ساعات بنحل مشكله اللو دلتا تي سندروم عن طريق ان احنا بندخل مضخه اضافيه بحيث ان هي تزود لي الفلو اللي هيكون داخل التشيلر عشان يتغلب لي على ظاهره اللو دلتا تي سندروم. تمام، هي دي الحته اللي انا بكلمك عليها. طبعا هنتكلم عليها باستفاضه عشان لما يجي ليها محاضره كامله ان شاء الله هنتكلم عليها. طيب التشيلر دي يعني زي ما اتفقنا ان هي بتسرق الطاقه بتاعه التشيلر. التشيلر بتاعي بيكون شغال بالفول كاباستي، وانا مش محتاج اصلا الكلام دوت، انا مش محتاج ان التشيلر بتاعي يكون شغال بالفول كاباستي. اللي بيعمل مشاكل دوت هو 3 واي فالف نتيجه رجوع درجه حراره الميه عند راجع للمنظومه بتاعتي عند درجه حراره اقل من اللي انا مصمم عليها نتيجه عدم التبادل الحراري نتيجه الباي باس ووتر اللي بتعدي من خلال محبس 3 واي فالفز اللي هي الحته دي. تمام، الميه المفروض داخله للكولينج كويل، انا محتاج 50% منها، ال50 التانيين هيعدوا من دون اي تبادل حراري، فبالتالي راجعين ساقعين تاني هيدخلوا لي مع الميه اللي راجعه من المنظومه، فالميه التوتال اللي راجعه من المنظومه هتكون درجه حرارتها اقل من درجه الحراره التصميميه اللي المفروض تخش للتشيلر. اوكي، انا بعيد وازيد في الحته دي عشان تفهم الكونسبت. تمام. هنشوف بقى الحالات المختلفه من الفلو. اول حاله عندي، طيب انا اول حاله عندي ده مثال بسيط، عندي كولينج كويل. الكولينج كويل ده راكب عليه محبس 3 واي فالف ومحبس بالانس فالف. تمام. قلنا اتفقنا ان البالانس فالف بيظبط لي الكميه الاجماليه اللي داخله للكولينج كويل، ولكن لما اجي اشتغل في المنظومه بتاعتي بشغال اللي هو بارشل. تمام. فبالتالي محتاج محبس تاني، اللي بيعمله المحبس التاني دوت هو ال 3 واي فالف. تمام، ده بيشتغل لي في حاله البارشل وده بيشتغل لي في حاله الكميه الاجماليه للمنظومه بتاعتي، وده اللي برضه بيتربط الاكتويتر بتاعه مع الثرموستات بحيث ان اقدر اتحكم في المعده بتاعتي او يحصل لي كولينج افكت من عدمه. اتفقنا عشان نبالانس كميه الميه بحتاج ان انا في الباي باس دوت اركب بالانس فالف تاني. البالانس فالف ده بيكون بيعمل لي معوقه نفس المعوقه اللي بيعملها الكولينج كويل اللي موجود. يعني لو الكولينج كويل ده بيعمل لي معوقه 20 فيت، فرضا دي اير هاند كبيره شويه يعني، او 20 فيت ده انا عارف ان هو رقم كبير يعني، ولكن يعني ده مثال توضيحي يعني. الاير هاند بتكون من 10 ل 15 فيت بريشر دروب. فباجي برضو اظبط البالانس فالف بتاعي بحيث ان هو يعمل لي معوقه 20 فيت. اوكي. طيب انا دلوقتي السيستم بتاعي شغال 100% يعني فولي لود. تمام. اوكي. الفول لود ده معناها ان الميه بتاعتي هتخش هنا، هتعدي على معوقه الكويل، هتعدي على معوقه الثري واي، هتعدي على معوقه البالانس فالف. فرضا ان انا عندي، تمام، السيستم بتاعي 100 جي بي ام فرضا، والميه داخله لي عند 45 فahrenheit، ده تقريبا 6 درجات، هتعدي من المعوقه ال20 والمعوقه بتاعت الثري واي فالف اللي هو ال10. حلو كده، يبقى كده انا المعوقه او المضخه بتاعتي لازم يكون
المينيمم هيد بتاعها 30 فيت عشان تقدر تعدي لي الجيب 100 جي بي ام دول من خلال الكولينج كويل ومن خلال الثري واي فالف. تمام. خلاص انا الميه بتاعتي كلها في فل لودد، الزونه بتاعتي محتاجه كل كميه الميه عشان تعمل هيت ترانسفير افكت. فالميه دخلت لي وطلعت لي من الثري واي ورجعت لي تاني المنظومه بتاعتي، دخلت لي عند 45 100 جي بي ام وخرجت لي عندي 55 100 جي بي ام. ده الحاله الايديال بتاعتي اللي انا مصمم عليها. الحاله دي مش ما بتكونش موجوده في يوم ولا يومين في السنه اصلا كلها. دي الكونديشن بتاعت طبعا بتاعت الكويل اللي انا شرحتها ديت. كويل كونديشن لودد كويل 3 واي فالف فال اوبن. يعني ايه لودد؟ يعني انا محتاج كل كميه الميه، فال 3 واي فالف دوت فاتح على الاخر، يعني كل الميه اللي هتخش لي انا محتاجها. تمام. السبلاي ووتر تمبريتشر دي الظروف بتاعت الميه 45 فahrenheit. الريتيرن طبعا بما ان انا حصل تبادل ما بين كل كميه الميه والزونه بتاعتي او الحمل اللي موجود في الزونه بتاعتي اللي هو الهواء، فالميه سخنت فرجعت لي عند 55 من خلال المعادله اللي هي اللود تساوي 500 في الجي بي ام في الدلتا تي. طلع لي ان انا الكويل بتاعي 41.6 طن تبريد. طبعا البريشر دروب اللي حصل في الكويل هو ال 20 فيت. الباي باس بريشر دروب طبعا مفيش اي ميه عدت، فبالتالي انا مفيش اي بريشر دروب حصل. الثري واي فالف بتاعي كان اللي هو ال 10 فيت، بالتالي المضخه الهيد بتاعها 100 جي بي ام او الكونديشن بتاع المضخه الفلوريت ات هيد الفلوريت 100 والهيد بتاع المضخه 30 فيت والاكشوال ريتيرن 55 فahrenheit. كده انا عندي الحاله الايدل، انا كده يعني محقق التارجت بتاعي. طيب نيجي في حاجه تاني كيس. تمام. ان انا ما عنديش لود، الكويل بتاعي قافل او المحبس بتاعي قافل، محبس 3 واي الاكتويتر قافل البورت ديت اللي هي البورت ديت مقفوله. فبالتالي كل الميه اللي هتخش لي اللي هتكون طبعا السيستم بتاعي كونستانت بامبنج كونستانت بامبنج. طبعا هو بيكون يعني في السيستم بتاعي بيكون عندي اكتر من اير هاند، فبالتالي عندي اكتر من كولينج كويل، فبالتالي لو ده قافل انا ما اقدرش اقفل المنظومه بتاعتي. كده في كويلات تانية محتاجه فلو، بس انا باخد لك كيس واحده من ضمن الكيسز المختلفه اللي موجوده في المبنى اللي هو عده كويلات. فانا عندي كويل اهو، الكويل ده مقفول او مش شغال، او انا مش محتاج ان في ميه بتخش تتبادل نتيجه مثلا ما فيش لود محتاجه. فكل الميه اللي هتخش لي طبعا هتلاقي البورت ده مقفول، فهنا في معوقه، فهتفقنا ان الميه بتخش المعوقه الاسهل، فهتلاقي ان المحبس ده مفتوح. تمام. اللي هو هتخش من الباي باس عند ال 100 جي ام، اتفقنا ان هو هيعمل لي 20 فيت نفس ال 20 فيت اللي كانوا بيتعملوا في الكولينج كويل كده بارلل ريزيستنس. اوكي. هتخش لي برضو على الثري واي البورت الثانيه. تمام. اللي هو هيعمل لي 10 فيت بريشر دروب كده، 20 زائد 10 يساوي 30. هو ده اللي المضخه بتاعتي متظبطه عنده. بس في حاجه مهمه، الميه كانت داخله لي عند 45 خرجت لي عند 45. دي مشكله وحشه جدا. المشكله دي اللي بتسبب اللي هو دلتا تي سندروم. هو المشكله كلها في الباي باس دوت. تمام. هو اللي عامل الحوارات دي كلها. طيب دي الكونديشن برضو مختلفه. تمام. احسبها براحتك، مفيهاش اي جديد. تمام. نيجي بقى حالة البارشل. يعني ايه بارشل؟ يعني الفراغ بتاعي مثلا شغال عند 50%. اول كيس عندنا كان شغال 100%، تاني كيس شغال عند 0% اللي هو مش شغال اصلا، تالت كيس مثلا اللي هو شغال عند 50%. يعني ايه 50%؟ يعني في 50 جي بي ام من ال 100 جي بي ام دول هيروحوا للكويل، و50 جي بي ام تانيين هيعدوا في الباي باس. فاكرين الايكويشن دي اللي عملناها؟ انا عاملها بقى عشان نقول البريشر دروب بتاعي يحصل لي قد ايه لما يعدي لي كميه ميه اكس. تمام. ففهمتوا احنا عملنا سمري للايكويشن دي عشان الكيسز دي. تمام. اللي هي هنا كانت هنا عشان برضو اللي وانا بروزتها. تمام. فور سيم بايب لينث اند دايمتر. طبيعي عندي هنا الدايمتر بتاع الشبكه بتاعتي ما اتغيرش، انا اللي اتغير عندي كميه الفلو، واللينث برضو هو ما انا مش كل شويه هقعد اعمل سيستم، هو سيستم واحد موجود عندي، ولكن الميه اللي بتمشي فيه نتيجه اللود.
طيب الكونديشن بتاعي، كويل كونديشن عندي 50 جي بي ام هيخش في الكويل، عندي 45 هيرجعوا لي 55، او سوري، او الديزاين ريتيرن ووتر تمبريتشر. اوكي، دي الديزاين، دي الثيوريتيكال كيس. طيب نشوف عندي اللود هنا. طبعا دي اللود ايكويشن كان 20 طن بوينت 83. طيب نشوف البريشر دروب اللي هيحصل في الكويل. انا قلت لك ان 100 جي بي ام بيعملوا لي 20 فيت، مش معنى ان انا اقول 50 جي بي ام ان هو هيعملوا لي 10 فيت، لا مفيش الكلام دوت. احنا لازم نعوض في الايكويشن، عشان زي ما انت بتشوف كده ان الفلو باور 2 بالنسبه للهيد. اوكي، فلما نيجي نعوض في الايكويشن ديت، احنا كان عندنا الفلو الاولاني اللي هو ال 100 جي بي ام. اوكي، 100 جي بي ام 100 في 100 عشان باور 2 طبعا، عشان انا بستخدم بس كالكوليتور تراديشنال شويه، فهعملها بالطريقه دي 100 في 100 ب 10000. اوكي، والفلو بتاعي اللي انا محتاجه التاني 50 في 50 اللي هو 2000 ونص. يعني لو جينا نقسم الفلو رقم 2 اللي احنا محتاجينه، تمام، اللي هو 50 في 50 اللي هو 2000 ونص، على ال 10000، اوكي، اللي هو الفلو في الكيس الاولاني، الكيس الجنرال بتاعتنا، هيطلع لي 25%. 25% وضربناها في الهيد الاولاني اللي هو ال 20 فيت، هيطلع لي اني عندي تحقيق عشان احقق 50 جي بي ام في الكويل محتاج، او البريشر دروب اللي هيحصل هيكون 5 فيت اللي هو ده. انا بعمل معاكم كل حاجه خطوه بخطوه، انت ممكن تعملها في شيت اكسل تستخدمها في الفلوريب المختلف بتاعك. وصدقني المبادئ دي مهمه جدا، ومش تلاقي مش تلاقي ناس كتير، هي ناس كتير ممكن تكون عارفاها كده، يعني اللي هو بتتحط كده، بنحط محبس بالانس فولف على الباي باس. ليه يا عم؟ ما اعرفش، هو بيتحط كده، تمام. انما حسابات كده واناليتيكال كالكوليشن والكلام ده مش هتلاقي، مع ان المبادئ بسيطه جدا. فانا معلش لو طولت عليكم، ولكن المعلومات دي مبني عليها دوائر كامله، ومبني عليها شغل بفلوس كتير قوي، وصدقني بترفع من خبرتك، ومش تلاقي حد يقولها لك. انا مش بشكر في نفسي ولا بحسك ان انا عامل عليك جميله، اكيد لا طبعا. هي زكاة العلم نشره. ولكن انا يعني انا بحب لما اجي اشرح ان انا اشرح كل حاجه باستفاضه، واللي عندي بقوله لك يعني. بس يعني كده اتفقنا اللي هيخش لي الكويل 50 جي بي ام، واللي هيخش لي الباي باس 50 جي بي ام، تمام. الباي باس كده بيسمى عندي، او الثري واي عندي كده 3 واي بارشلي كلوز، تمام، اللي هو يعني فاتح 50 وقافل 50. اتفقنا ان الثري واي بريشر دروب 10، والبامب هيد بتاعتي بتطلع لي 100 جي بي ام عن 30 فيت. اوكي، تعال نشوف درجه حراره الراجع دي بقى، تمام، هتبقى كام؟ تمام، درجه حراره الراجع دي هتبقى كام؟ احنا كنا ترجع لي 45 لما كنت بدخل 100 جي بي ام، و100 جي بي ام دول عند 45 فرنهايت، ويتبادل حراريا، فترجع لي هنا كام؟ اسف، 55. طيب الحاله بتاعتنا دي لا، مش كل الميه دخلت لي الكولينج كويل، فتعالى نشوف الاكشوال ريتيرن ووتر دي. بكل بساطه من خلال الماس بالانس هنعملها، هنعرف درجه حراره الميه اللي راجعه الحقيقيه كام. قلنا اللوب بتاعي بيجي من الايكويشن ديت. ال 500 في الجي بي ام اللي هم ال 50 في الدلتا تي اللي هي ال 10 فرنهايت اللي هي 55 ناقص 45، تمام. وعندنا السبلاي ووتر تمبريتشر اللي هي في الاساس كانت بتساوي 45 سوري. الريتيرن ووتر تمبريتشر، تمام، فوق 50 جي بي ام هنشوفها منين؟ هنعمل الايكويشن بتاعتي الماس فلو ريت التوتال بتساوي الماس فلو ريت اللي عدت لي من الباي باس زائد الماس فلو ريت اللي عدت لي من الكولينج كويل، تمام. بكل بساطه عملناها، وطلعت لي ان الاكشوال ريتيرن تمبريتشر 50 فرنهايت، اللي هي انا كنت حاططها في الجدول ديت، بس انا حبيت اوضح لك هي جت منين، تمام. نيجي للكيس الاخيره واهم كيس، اللي هي بتوضح لك مين ليه البالانس فالف اتحط، وليه اصلا ستيري واي ده محبس بيعمل لي اضرار في المنظومه. هي الكيس دي مهمه جدا، وحاول تركز فيها معايا. هي اصلا هتبقى حاجه بسيطه، لو انت فهمت اللي فوق هتفهم دي بسهوله جدا. الكونديشن بتاعتي في الكيس دي بتقول لك ان انا محتاج 62.5 جي بي ام. 62.5 جي بي ام، انا حبيت ان انا اعلى لك عن ال 50 جي بي ام اللي هو ال 50% من اللود بتاعي، عشان تفهم ان في حاله البارشل بيكون في كارثه موجوده. الكويل بتاعي دلوقتي محتاج 62.5 جي بي ام. احنا اتفقنا ان احنا عاملين ريزيستنس في الكويل ده
تمام بيساويها ريزيستنس في الباي باس من خلال البالانس فالف. طيب انا الميه دلوقتي اللي محتاجه تخش لي الكولين كويل 62.5. بالتالي انا هلاقي ان انا طبعا التوتال جي بي ام بتاعي اللي كان بيحتاج الكولين كويل في الفالي لود كونديشن كان 100 جي بي ام. بما ان انا عامل يعني الفلو بتاعي هنا او الريزيستنس دي متوصله ان باراليل، معناها كده ان ذا سيم بريشر دروب، ولكن الفلو بتاعي بيحصل له ديفايدد. تمام يعني الفلو اللي انا هحتاجه هنا هيسمع لي هنا برضو. يعني انا هنا لو محتاج 62 جي بي ام ونص، هنا هحتاج 62 جي بي ام ونص. تمام ازاي يا عم؟ ده انا كل اللي عندي 100. هقول لك دي بقى ايه المشكله اللي بتعمل اوفر بامبنج. اللي بيحصل ان انا بطلع بخلي المضخه بتاعتي والسيستم بتاعي يشتغل على الفاضي. ان انا محتاج هنا في السيستم بتاعي 62 جي بي ام ونص، الاقي نفسي بطلع 125 جي بي ام عشان خاطر اراضي الباي باس بتاع الثري واي يا فندي ده. فبالتالي انا هنا عملت مشكلتين. اول مشكله الاوفر بامبنج اللي حصل. تمام الاوفر بامبنج اللي حصل وشغلت مضخات زياده، وبالتالي شغلت تشيلرات زياده عشان تقدر تسقع لي الميه. تمام ومشكله رجوع الميه بدرجه حراره اقل من المصمم عليها، اللي هي هتعمل لي مشكله اللو دلتا تي سندروم. يعني الثري واي ده عنده مشاكل بالعبيط. طيب تعال نشوف كده من خلال الاناليسيز عملناها دي برضو نفس اللي فات، بس غيرت ارقام. يعني عشان قلت لك لو كده عملت شيت اكسل يعني في المعادلات ديت هيوفر عليك كتير يعني، وهيفهم او هيوسع ادراكك اكتر. يعني الكول كونديشن بتاعي محتاج 62.5 جي بي ام. الميه عند درجه حراره 45، ومفروض الديزاين ريتيرن ووتر تكون عند 55 فرنهايت، وانا اصلا مسايز الكول بتاعي عند 100 جي بي ام. وانا محتاج منهم 62.5. هتقول لي يا عم قشطه، ما هو انا كده هيتوفر لي 38.5 تقريبا. اقول لك لا ده انا هدفع، ده انا هجيب اكتر. تمام فبالتالي لو انا هاجي اعوض في الايكويشنز، تمام هلاقي ان 62.5 جي بي ام هيحصل يعمل لي بريشر دروب 7.8 فيت من خلال الايكويشنز اللي احنا عملنا، من خلال الايكويشن ديت. هي راحت فين الايكويشن؟ من خلال الايكويشن ديت. تمام لو عوضت فيها تمام. طيب ادي اللوب بتاعي، هلاقي ان انا برضه بضطر اعدي من الباي باس، او غصب عني هيعدي لي من الباي باس 62.5 برضه، عشان المبدا بتاع الباراليل ريزيستنس اللي معمول. وللاسف مضطرين ان احنا نعمله عشان الباي باس بتاع الثري. فهلاقي نفسي ان انا بدل ما كنت بضخ 100 جي بي ام توتالي بقيت اضخ 125 جي بي ام. طيب بص بقى نفس الكلام اللي كنت بقوله لك. تمام in this condition the decreased pressure drop in the cooling coil due to the decreased flow rate regarding to load in space. تمام and the parallel action. ايوه ده اللي كنت بكلمه. same pressure same is pressure is the same but flow is divided عن نتيجة parallel action of the bypass and the cooling coil leading to flow in the loop is increased mean overpumping. مشكلة كبيرة. Overpumping lead to additional chiller operate to satisfy the overflow rate not because dissipate in BTU. يقول لك انا شغلت تشيلرات زياده نتيجه الاوفر بامبنج، مش عشان مشكله في الحمل الحراري، انا شغلتها عشان موضوع الاوفر فلو اللي حصل لي وانا مش عايزه. فبالتالي جيت تفكير بقى ان انا اشيل حاجه اسمها الباي باس دوت. الباي باس ده عامل لي مشاكل كتير جدا. فجيت تفكير ان انا استخدم حبيب الملايين اللي هو التو واي فالفز. تمام يعني كده مفيش باي باس، يعني كده مفيش فلو هيعدي من الباي باس. وهنا جت حكايه التو واي. طولت عليكم، انا عارف انا طولت عليكم، بس كان لازم احكي لكم الحكايه بالطريقه ديت، وكله بالمعادلات وكله بالعلم وبطريقه سلسه. طيب تيجي نلخص بقى المشاكل بتاعت التو واي قبل ما نختم، سوري بتاعت الثري واي قبل ما نختم. تمام ونلخصهم في النقاط ديت، الاربع نقاط دي. اول حاجه مشكله بيعملها اللي هو اللو ريتيرن ووتر تمبريتشر، نتيجه ان الميه بتعدي من الباي باس وتختلط مع الميه بتاعت الراجع. طبعا الميه بتعدي من الباي باس ديت ما بيكونش تبادله حراريا، فبترجع لها عند درجه حراره قليله، فبتتخلط مع الميه اللي راجعه على المنظومه، فترجع لي الميه على المنظومه قليله.
بالتالي يحصل لي مشكله اللو دلتا تي سيندروم، واللو دلتا تي سيندروم بتسرق لي اللود بتاع التشيلر على الفاضي. تمام. روب تشيلد ووتر فروم اذر كويل ات بارت لود كونديشن. تمام. ان انا الاوفر بامبنج عشان ابتدي ان انا لو انا عندي ده كويل وجنبه كويل، الكويل دوت عشان اعدي فيه ال 62 ونص، هو اصلا المفروض ان هو مصمم على ال 100 جي بي ام. انا طبيعي مش المضخه بتاعتي مش تكبر لوحدها، هي مش ساحره، يعني الفلو بتاعها مش هيكبر لوحده، اكيد الفلو هيتاخد من مكان تاني، المكان التاني دوت هيتاثر عليه، فعشان تدخلي هنا 125 جي بي ام، في 25 جي بي ام اتاخدوا من مكان تاني. تمام. المكان التاني دوت طبعا يحصل فيه مشاكل، درجه حراره ورطوبه مش هيكون اللي انا مصمم عليه. طبعا increase flow in circuit lead to overpumping. الاوفر ده زي ما اتفقنا، الميه زادت، معنى الميه زادت بريشر دروب زاد، معنى كده ان المضخه باور كونسومشن اعلى وعمر افتراضي اقل. تمام. برضو by lowering return water temperature lead the chiller performance is reduced. ازاي بقى الحته دي بقى؟ الحته بقى هتلخص لك، شفت الكلام اللي حكيته لك في ان بتاع ان التشيلر بتاعي او ان في اليوم بحجمه او بكباستي معينه بيتحول من فيز تو فيز بلود معين، المفروض ان هو يتهيت ترانسفير معاه عشان يحوله من الفيز الليكويد للفيز الفيبر. عشان كده يقول لك السنتريفيكال تشيلر او التشيلر بتكون في اعلى كفاءه لما بتكون فالي لودد، وده الكيرف بتاعها بيوضح لي الكلام دوت. تمام. انا لو عندي مثلا التشيلر بتاعي لودد 50%، الاقي ان هو بيسحب لي كهرباء لكل طن كبير جدا. تمام. الاقي مثلا بياخد لي 9 من 10 كيلو وات لكل طن. انما هو لو فولي لودد عندي 100%، بلاقي ان هو برضه بيسحب لي 61 في المية كيلو وات للطن. عشان كده احنا فهمنا مبدأ يعني ايه تشيلر لودد وتشيلر فولي نوت فولي لودد. تمام. وبكده انا حاولت اوضح لكم المساوئ بتاعت الثري واي فالف والبدايات بتاعت دايره الشيلد ووتر سيستم والكنترول فالفز اللي كانت بدائيه. وان شاء الله المحاضره الجايه هنشوف لو اوف تي، ونشوف دايره البرايمري سكندري سيستم، وان شاء الله نحاول برضو نبسطها. واسف لو انا طولت عليكم، وشكرا.